يبدأ الفيلم مع الطفل كريس وهو في مركز علاج نفسي، وده لأنه بيكون مريض بدرجة متقدمة من التوحد، والموضوع متفاقم عنده لدرجة إنه مش بيقدر يتعامل مع الناس. ومامته بتحاول توصف الحالة للدكتور وبتقول إنهم في البيت مش عارفين يتعاملوا معاه خالص، وبيرفض أي حد يلمسه وبيتعصب جدا وبتجيله نوبات غضب كتير. فالدكتور بيقول لهم إنه شايف إن كريس طفل ذكي جدا ورهيب في الحسابات، وكمان شايف إنه طبيعي بس هو محتاج لرعاية مش أكتر. وبيعرض على أسرته إنهم يسيبوه معاهم في الدار فترة علشان يبعد عن الأضواء والأصوات العالية كتأهيل يعني علشان يهدأ. فباباه بيرفض وبيقول إنه ضابط في الجيش وإن الحياة علمته يواجه مشاكله ومخاوفه، وبيضيف كمان إنه كريس محتاج يواجه الصوت العالي والضوء بدل ما يهرب منهم. في نفس الوقت ده بيكون كريس قاعد بيلعب بازل، لكن آخر قطعة بازل بتضيع منه، وللأسف وقتها بتجيله نوبة غضب شديدة جدا وبيفضل يغني بصوت عالي علشان يهدي نفسه. ووقتها بتجيله بنوتة بتتعالج في نفس المركز وبيكون اسمها جاستن وبتديله القطعة اللي ضاعت منه. وهنا بيهدى كريس وبياخد القطعة وبيرجع طبيعي. بعد سنين بيكبر كريس وبيكون موظف في مكتب محاسبة، وفي يوم بيجيله مايك ومراته بيستشيروه في حالة التهرب الضريبي اللي عليهم، فبيقول لهم مايك على حله وبيعجبوا بيه جدا وبيدوه على العشاء في المزرعة بتاعتهم. في الوقت ده بنروح لري واللي بيكون شغال مدير مالي وهو مستني المحللة المالية تجيله علشان يعمل معاها انترفيو. وبتوصل المحللة واللي بيكون اسمها مدينة، فبيشوف ري السي في بتاعها وبيقول لها إن إمكانياتها وخبراتها عالية جدا وتستحق مدير مالي مش بس محلل. فبترتبك مدينة وبتقول له السبب إنها بتحب شغل المحلل المالي. ساعتها ري بيقول لها إنها كدابة والسي في اللي بعتته ده مزور، وبيجيب لها معلومات عنها وبيقول لها إنها كانت متورطة مع تجار مخدرات وسلاح ومسجونة قبل كده. فساعتها بقى مدينة بتتوتر جدا وبتقول له إنها مضطرة تمشي علشان ما تورطش نفسها في قضايا أكبر. لكن بنتفاجئ بريو اللي بيقول لها إنه ممكن يشغلها محلل عادي بس تجيب له شخص مشهور باسم المحاسب، وده بقى بيكون كريس، وبيقولها إن أغلب شغله مع عصابات ومجرمين وبيوريها صور لعملياته، لكن وشه مش بيكون باين أوي فيها. وبيقول لها كمان إن أي حد بيقف في طريقه بيخلص عليه. في الوقت ده بيكون كريس لسه راجع لبيته وبيشغل موسيقى بصوت عالي جدا وبيعمل مساج في رجله، وبيفتكر لما مامته سابته هو وأخوه بسبب إنه مريض توحد وإنها مش قادرة تتعامل معاه، وبياخد مهدئ وبينام. وبيفتكر صديق قديم اسمه فرانسيس عرفه لما كان في السجن وكان بيعتبره الأب الروحي بتاعه، لأن فرانسيس كان مبهور بذكاء كريس وبيعلمه إزاي يستخدم ذكائه في حياته العملية. تاني يوم بتتصل بيه السكرتيرة السرية بتاعته وبتقوله إنه لازم يغير شركته ويقدم على شركة جديدة علشان يقدر يخفي هويته، لأنه أصبح مشهور جدا في عالم العصابات وممكن يتكشف في أي لحظة. فكريس بيسمع الكلام وبيروح انترفيو في شركة روبوتات وبيقابل المدير المالي وأخت صاحب الشركة، والمدير المالي بيحكي له على مشكلة إن في حد بيسرقهم بس هو مش عارف مين وإزاي. فكريس بيطلب منه كل إيرادات الشركة وبيقول له محلولة بإذن الله. ومدينة في الوقت ده بتبعت صور كريس لمركز توضيح البيانات علشان تقدر تتعرف عليه. وتاني يوم كريس بيروح شركة الروبوتات والأطراف الصناعية وبيدخل أوضة الاجتماع وبيلاقي دانا نايمة فبيصحيها وبتقوم تعرفه بنفسها وإن هي المحاسبة في الشركة وهي اللي اكتشفت إن في سرقة بتحصل ولو احتاج حاجة هي هتساعده. بعدها كريس بيفتح دفاتر الإيرادات وبيفضل يكتب حساباته على السبورة وعلى إزاز الأوضة كمان، وبيكتشف عملية السرقة وبيروح يجيب دانا وبيقول لها إن في حد عامل حساب وهمي في البنك على إنه عميل في الشركة وبيحول فلوس الفوائد على حسابه هو علشان محدش يكتشف. ودانا بتبقى منبهرة بالذكاء بتاع كريس، ومدام ريتا أخت صاحب الشركة بتدخل عليهم وبتقول لكريس يعني مين اللي سرق برضه، وكريس بيقولها إن المدير المالي من الآخر. في نفس اليوم بالليل بيكون في مجرم اسمه براكس في شقة المدير المالي وبيكون جاي علشان يقتله هو ومراته، لكنه ممكن يسيب مراته عايشة في حالة إن المدير المالي ينتحر لوحده، فبيوافق وبياخد جرعة أنسولين زيادة. وتاني يوم بيجي لامار مدير الشركة نفسه هو بيبلغ كريس إن المدير المالي انتحر وإنه كان أعز أصحابه، وبالتالي بيطرد كريس من الشغل لأنه مش بيكون عاوز حاجة تفكروا بيه. فبيتضايق جدا كريس من اللي سمعه وبيروح البيت يفضل يخبط ويرزع في كل حاجة وبيمسك عصاية المساج يخبطها في رجله، وفي الآخر بياخد المهدئ وبينام. وتاني يوم بيصحى وبيروح على مزرعة مايك علشان يتدرب على التصويب وبيكون في عربية بتراقبه،
وفي نفس الوقت بيكون في 2 مجرمين في بيت مايك ومراته، وبيرغموهم يستدرجوا كريس علشان ييجي البيت ويخلّصوا عليه، فبتطلع مرات مايك تنادي على كريس وهي خايفة، فكريس بيفهم على طول وبيصوّب على المجرم، فالمجرم التاني بيخاف من كريس وبياخد مايك ومراته في عربية وبيتحرك، وكريس بيضرب نار على المحرك علشان يعطّل العربية، وبيمسك المجرم وبيجبره يقول مين اللي بعته، وبيقول له إن في حد مدّي له فلوس علشان يخلّص عليه، هو ودانا محاسبة الشركة، فكريس بيتعصب جدًا وبيخنقه وبيركب العربية وراح ينقذ دانا، وبيوصل لبيت دانا وبيطلع من المدخل الخلفي، وبيلاحظ إن العصابة متنكرين على هيئة عمال توصيل، وبيهجموا على دانا في بيتها فبتجري تستخبى في الحمام. في الوقت ده بيكون كريس وصل وبيخلص على المجرمين وبيطلب منها تروح معاه علشان يحميها. في الوقت ده بنشوف براكس وهو بيتصل بالمجرمين بتوعه وبيفهمهم هنا إن كريس قدر يخلص عليهم كلهم، لكنه مش بيتفاجئ وبيكون متوقع ده أصلا. وبنروح لدانا واللي بتسأل كريس هي الناس دي عاوزة منها إيه بالظبط، فكريس وقتها بيقول إنه ممكن يكون متورط مع عميل وشافوها معاه فافتكرها حبيبته. دانا هنا بتلاحظ في بيت كريس لوحة نادرة جدا وبتنبهر بيها، وبنروح لمدينة واللي بيجيلها اتصال من مركز اللغويات وبيقول لها إن التسجيل اللي بعتته للشخص اللي بيغني ده تابع لشخص مضطرب عصبيا، هو الأغنية دي بتهديه نوعا ما. فمدينة بتروح لنقابة المحاسبين وهناك بتسأل عن المحاسب اللي بيتقاضى أعلى راتب على الإطلاق، وفي نفس الوقت ده بيكون كريس ودانا رايحين لفندق علشان يستخبوا هناك من العصابة، وهناك دانا بتسأل كريس عن سبب احتفاظه بأسلحة، فبيقول لها إن باباه كان ضابط في الجيش وعلمه كل شيء عن الفنون القتالية وإنه كان عنده توحد ومش بيعرف يتواصل مع الناس. فدانا بتقول له إنه هي في ثانوي اتعلمت الغش في القمار علشان تقدر تجيب فلوس وتندمج مع أصحابها في الفصل. فجأة هنا كريس بيقول لها إنه عرف سبب سرقة المدير المالي لأرباح الشركة وإن ريتا والمدير متفقين على الاستيلاء على الشركة وتقليل الأسهم، وبيقرر يروح لبيت ريتا وبيلاقي براكس في الطريق فبيمشي وراه، وبراكس بيحس إن في حد بيراقبه فبيضرب نار لكن مش بتيجي في كريس، وبراكس بيدخل لبيت مدام ريتا وبيخرج هو كريس بيدخل وراه وبيلاقي مدام ريتا مقتولة، وبيفهم إن لامار هو السبب في كل ده من البداية. وفي نفس الوقت ده مدينة بتكون في النقابة والموظف جاب لها كشوفات الرواتب وبيقول لها إن أعلى واحد هو كريس من رصيد شركته الخاصة وشغله في شركات تانية على جنب، وبتفهم هنا إن كريس بيستخدم شغله في شركته علشان يداري شغله مع العصابات، وبتفرح جدا لأن بتكون قدرت توصل لهويته، وبتروح لري وبتبلغه إن أخيرا وصلت للمحاسب وبتقول له معلومات عن كريس وبتقول له إنه مريض توحد في منتهى الذكاء وعلشان كده بيتبرع بمعظم فلوسه لمستشفيات الأمراض العصبية. فري بيقول لها إنه بما إنه شخص ذكي قد كده يبقى أكيد قدر يتوقع اللي هيحصل وهرب وساب بيته. وتاني يوم كريس بيرجع الفندق وبيلاقي دانا نايمة فبيسيب لها ورقة بيعتذر لها عن اللي اتعرضت له بسببه وهو بيسيبها ويمشي. في نفس الوقت ده بتكون الشرطة في بيت كريس هو بيفتشوا كل حتة وبيلاقوا كاميرات مراقبة كتيرة وأسلحة أكتر، وبعد شوية الشرطة بتمشي وري بيسأل مدينة عن سبب سجنها قبل كده فبتقول له إنها اتورطت مع تاجر مخدرات ضرب أختها وهددها بالقتل، ومدينة راحت بيته علشان تجيب حق أختها لكن البوليس جه وافتكروها من العصابة بتاعته وبيقول لها إنه بيدور على كريس ونفسه يقبض عليه من زمان، وبنتفاجئ إن كريس وراه بيهدده بالقتل فبترجى ري إنه ما يقتلهوش لأنه أب وعنده أطفال. فكريس لما بيعرف كده بيسيبه فعلا وبسبب ده ري بيقرر يستقيل، لكن فجأة بتجيله مكالمة بمعلومات عن كريس فبيشيل فكرة الاستقالة وبيقرر يرجع تاني علشان يقبض عليه، وبيروح يقابل فرانسيس وبيطلب منه معلومات عن كريس في مقابل إنه يخرجه من السجن، وده بيحصل فعلا وبيخرج فرانسيس من السجن، لكنه بمجرد خروجه العصابة بتتلم عليه وبتقتله، وكريس بيعرف اللي حصل وبيقرر ينتقم لفرانسيس. وفي نفس الوقت ده بيكون كريس رايح جنازة مامته اللي اتخلت عنه وهو صغير، وجوز أمه بيطلب الشرطة علشان تخرج كريس وأبوه من الجنازة، هو بينفعل وقتها كريس وبيضرب ضابط الشرطة فضابط الشرطة بيحاول يضربه بالنار لكن الرصاصة بتيجي في أبوه وبيموت على الفور فبيجيله انهيار عصبي فبيكتفوه وبيقبضوا عليه. وبنرجع لمدينة اللي بتسأل ري عن السبب في إنه يجيب حد يدور على كريس لما هو عارفه من الأول، فبيقول لها إنه كان بيدور على حد كفء يمسك الإدارة المالية وعلشان كده بيديها المنصب ده. وكريس بيكون في طريقه البيت لمار
وبراكس بيكون بيحمي لامار، وفي نفس الوقت ده كريس بيهجم على البيت وبيدخل في قتال شرس مع رجالة براكس، وهو داخل البيت بيتضرب في رجله وبيتصاب وبيقعد على جنب يريح شوية، ولما بيحس إنه مضطرب بيغني الأغنية اللي بتهديه، وبراكس بيكون متابعه في كاميرات المراقبة، وأول ما بيسمع الأغنية بيتصدم إنه كريس يبقى أخوه، وأول ما كريس بيدخل البيت براكس بيفضل يزعق لأنه بقاله سنين بيدور عليه علشان يقتله وما يعرفش إنه أخوه، وبيتعصب عليه جدا لأنه سبب في موت أبوهم، وكريس بيقوله من الأفضل يمشي علشان يقتل لامار، ولما بيهدوا بيعتذروا لبعض وكريس بيقتل لامار وبيمشي. وتاني يوم بنتفاجئ بعيلة بتتواصل مع الدكتور المعالج لكريس علشان يعالج ابنهم في المركز، والدكتور بيدخلهم أوضة جاستن البنوتة اللي ادت قطعة البازل لكريس زمان، وبنتفاجئ إنها بنت الدكتور وإن جاستن هي السكرتيرة السرية لكريس، وبنروح لدانا واللي بيوصلها طرد باللوحة اللي عجبتها عند كريس. في الوقت ده كريس بيكون في عربية وبيهرب من البلد. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات واستنانا في الجزء التاني، وياريت تشترك معنا في القناة علشان تقدر تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.